السلام عليكم. ده فيديو يا بنات لجنين ذكر من الشهر الخامس. تمام. بيوضح فيه العضو الذكري للجنين اهوت. واضح اهوت. على فكرة الدكتور يقدر يقولك بالذات الجنين الذكر بيكون العضو واضح من الشهر، من نص الشهر الرابع، يعني يقدر الدكتور يقولك في اخر الشهر الرابع ما تقعديش للخامس. تمام. فزي ما انتوا شايفين كده في السونار، متنسوش يا بنات تعملوا سونار ثلاثي الابعاد عشان تتاكدوا ان مفيش اي تشوهات. طبعا بتعملوه من الشهر الثالث عشان تاكدوا ان مفيش اي تشوهات في الجنين لا قدر الله، وتطمنوا برضو زي ما انتوا شايفين كده معايا. بالنسبة لوصفة الحمل بولد، أنا بديكي نظام بنمشي عليه انتي وجوزك. بديكي عشبة من الأعشاب، عشبة قوية جدا بقولك عليها، بتشتريها موجودة في كل الدول العربية. تمام. الوصفة دي مجربة على صديقة مقربة جدا ليا. أول ما جربتها عليها والحمد لله أنا وصلت للعلم ده الحمد لله، بقراءة كتب كتير جدا وابحاث كتير ودبلومات كتير جدا عشان اوصل للعلم ده يا بنات، واوصل للحاجة دي. تمام. مش اي حد يقدر يجيبها ومش اي حد يقدر يتقنها. ماشي حبيبة قلبي، انا كان معايا صديقة عزيزة على قلبي، هي اللي خلتني ابحث وخلتني اجري وخلتني اقرأ كتب وخلتني اتثقف وخلتني اعمل كل حاجة. من كتر ما هي بتيجي يوميا تعيط. هي كانت معاها بنتين وجوزها ظروفه يعني على قده، ومش بس كده، لا هو كان ناوي يطلقها علشان ويتجوز غيرها عشان هو عايز ولد. رغم ان هو كانت العيلة عنده معظمهم كانوا بيجيبوا ولاد بنات اصلا، يعني معظمهم كل واحد عنده مثلا 4 بنات، ربنا يزيد ويبارك يا رب في البنات. كل واحد كان عنده 4 بنات مثلا وولد. ماشي. وواحد منهم كان عنده 4 بنات او 5 بنات بس تقريبا، بس هو كان نفسه يجيب ولد لان هو كان تعبان، مثلا كان عنده عذر يعني تعبان وعايز ولد يشيل اسمه ويساعده في ضغوطات الحياة وكده. فكانت بتجيلي منهارة ومعرفش ايه وهيطلقني وانا البنات ومش البنات. فبقيت ببحث لحد لما وصلت العشبة دي ادتها لها، ومشت على النظام هي وجوزها، ومشت على النظام التاني اللي هو النظام تاني انا بقولك عليه. مشوا تابعوا مع بعض هما الاتنين، مش هي فقط، هما الاتنين. لان ممكن يكون الزوج عنده ضعف في هرمون الذكورة شوية، فالعشبة دي بتقوي عنده الهرمون ده وبتقوي عنده الخصوبة. كمان عند الست بتقوي عندك البويضة وبتكبر البويضة، بتخليها كبيرة تكون مستعدة لحجم الولد، تقدري تشيلي ولد. في بويضات بتبقى صغيرة مش قادرة تتحمل حمل الولد، كل ما تيجي تحمل في ولد ينزل، كل ما تيجي تحمل في ولد ينزل. ليه؟ لان البويضة عندها ضعيفة. فاهميني حبايب قلبي؟ فطبعا الحمد لله ربنا كرمها، والله العظيم يا بنات والله ربنا كرمها بالولد. بعد ما عملت اللي قلت لها عليه، مجرد ما حملت على طول بعدها ربنا بشرها على طول وعرفت ان الجنين ولد. ما كانتش مصدقه، لدرجه ان هي استعملت اللب بعد ما جابت الولد وقالت خلاص بقى الحمد لله ربنا اداني الحاجه اللي انا عايزاها، واستعملت اللب وحمدت ربنا بقى عشان طبعا ظروفهم كانت صعبه. فربنا اكرمها بولد كمان على اللب. ليه؟ بسبب العشبة اللي انا اديتها لها. زودت عندها نسبة الخصوبة جدا هي وجوزها، زودت عنده هرمون الذكورة، وزودت عندها هي كمان نسبة الخصوبة وعلت عندها الهرمون جدا لدرجة ان هي حملت وهي على اللب. فاهميني؟ ما شاء الله يا بنات، جابت ولد كمان، ربنا كرمها بولد كمان. هو بالك يا رب زيها، ومفيش حاجة بعيدة ابدا عن ربنا. ربنا يحقق لكم كل تمنوه. اهم حاجة يكون عندكم يقين في ربنا بإذن الله، ويكون عندكم ثقة في الله وثقة في نفسكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش بقى يا حبايبي تشتركوا في القلب وتعملوا لي فولو على القناة. واشوفكم على خير بإذن الله فيديو